عايز تكسب اكسب، بس مش على حساب الغلابه. خليها تعفن وقاطع، مش هتموت من قله اكلها يعني. قاطع وخلي الجزارين يقعدوا جنب الذبيحه بتاعتهم لمده 30 يوم. كيلو اللحمه وصل 250 جنيه، حرام. الفكره مش في انك مش فارقه معاك 20 ولا 30 ولا 40 زياده، الفكره في انك بتشجعهم يحرموا الغلبان يدوقها يا عم سويرس انت. وبعدين احنا بنعمل اللي علينا، وما ننساش قول الله تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى لا يغيروا ما بانفسهم. الساده الجزارين كلمتين لوجه الله تعالى. حضرتك بتجيب الذبيحه من السوق، وهنفترض ان وزنها 500 كيلو وعامله في السوق 35 او 40 الف جنيه، وبعد الذبح هتعمل معاك لحم مشفي 350 كيلو. نحسبها عشان الناس الغلابه واحنا كمان نفهم، ويا ريت تحترموا عقولنا شويه. هنحسب على سعر الكيلو 170 جنيه ومش 190 ومش 200 جنيه. اللحم المشفي 350 كيلو في 170 ثمن البيع 59500. وعند حضرتك عفشه كرشه وكبده وجلد وعظم والخ اعملوا معاك 2000 جنيه تقريبا، يبقى الاجمالي 61500. نطرح 500 نقله عربيه من السوق، يبقى المتبقي مع حضرتك 61000 جنيه. نطرح 40000 ثمن الذبيحه، يبقى المتبقي وصافي الربح 21000 جنيه. ربنا يبارك لك في رزقك ويزيدك بالحلال. عايز تكسب اكسب، بس مش على حساب الغلابه، وربنا يبارك في القليل. ارجو ان محدش يزعل، ورأفة بنا في ناس عايشه اليوم بيومه. كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل تاجر يرفع السعر بدون وجه حق. يا ريت محدش يزعل مني ولا زعله، دي كلمه حق في زمن حبيت احسب حسبه بسيطه على قد فهمي. لو انت شفت الفيديو لحد هنا ما تنساش ان دي الصفحه بتاعتي الجديده، ويا ريت تتابعني عليها عشان توصل لك كل الاخبار. كل جزار بيغلف سلع من غير وجه حق، انت عايز تكشف بس كده.